يا ترى حكاية النهاردة ايه؟ مم. لقيتها. الحكاية دي غريبة ومش زي أي حكاية. اسمها سر العشرة من عشرة. في يوم شكله عادي جدا رن المنبه وزي كل يوم الخناقة نفسها. أحمد مش عايز يصحى وبيقول لمامته 5 دقايق، 5 دقايق بس وهقوم. بيروح المدرسة وهو مش طايق نفسه. المدرسة سألت عن الواجب، قال لها كنت عامله بس نسيته في البيت. بس الحقيقة إن هو ما عملهوش أصلا. في نفس اليوم مامته أخدته المكتبة، جابت له أدوات مدرسية جديدة عشان تشجعه كده، بسيطة يعني عادي. لكن اللي حصل بعد كده ما كانش عادي أبدا. أحمد بقى يصحى، أحمد بقى يصحى من نفسه مبسوط ومتحمس، واجباته كلها كاملة ودرجاته نهائية. والكل كان مبسوط وفرحان ما عدا اتنين. اتنين مش قادرين يبلعوا الموضوع. ياسين أخوه حاسس إن في حاجة مش طبيعية. هو إزاي أحمد اتغير كده؟ إيه اللي بيحصل له؟ وعندنا كمان خلود بنت خاله، كانت شاكة إن في حد بيساعده، أو ممكن يكون في حاجة بيغش منها، خصوصا إنه لسه بيلعب كل يوم على البلاي ستيشن ومحدش شافه حتى بيذاكر. شكوكهم بتزيد كل يوم وقرروا إن في سر ولازم يتكشف. استنونا يوم السبت الجاي عشان تعرفوا سر العشرة من عشرة.